النهارده هنتكلم عن الحاجة اللي دمرت خطط سفر بالهبل، الحاجة اللي المصريين بيخافوا منها جدا في السفر. النهارده هنتكلم عن انواع التأشيرات. اول مجموعه من انواع الفيز هي الفيزا فري كونتريز، ودي اسهل نوع لان هي ببساطه هي البلاد اللي تقدر تخشها من غير فيزا خالص، ودي زي ماليزيا، اندونيسيا، الاردن ولبنان وهونج كونج. وتاني نوع من انواع التاشيرات وهي الفيزا اون ارايفل، وهي البلاد اللي بتسمح لك ان انت تاخد الفيزا في المطار بتاعها، كل اللي عليك ان انت بتدفع ثمن الفيزا في المطار، ودي زي كينيا، تنزانيا وكمبوديا ونيبال. ونيجي لثالث نوع من انواع التاشيرات وهو الاي فيزا او الاونلاين فيزا، والموضوع لسه بسيط جدا جدا في التقديم. كل اللي عليك ان انت بتخش على ويب سايت تحط فيه بيانات الباسبور وصوره شخصيه وتدفع ثمن الفيزا. هتلاقوا كل الويب سايتس دي موجوده في الكومنتات. البلاد اللي زي دي هي سريلانكا وفيتنام وميانمار والبحرين والجابون وجورجيا. في الثلاث مجموعات اللي فاتوا ما كانش مطلوب منك ولا تروح السفاره ولا تقدم مستندات كتير جدا عشان تاخد الفيزا او عشان تخش البلد، ولكن بدايه من هنا الوضع هيتغير شويه، وده يخلينا نروح للنوع الرابع وهو الايزي فيزا او التاشيرات السهله. ودي بلاد صحيح عشان تاخد الفيزا بتاعتها مضطر ان انت تروح السفاره وتقدم شويه مستندات، ولكن نسبه الرفض شبه زيرو والناس كلها بتاخد التاشيرات، ودي زي تايلاند، الهند، جنوب افريقيا، الفلبين والمغرب. وننتقل للنوع الخامس فيزا امريكا، ومن هنا بدات الكلكعه. في النوع ده من التاشيره حضرتك مطلوب منك ان انت هتحجز ميعاد مسبقا في السفاره، تملى ابلكيشن طويله شويتين وفي نسبه رفض وفي نسبه قبول، بلس ان انت بتعمل انترفيو في السفاره او في القنصليه وبتقابل موظف من السفاره. في الحاله دي في حاله فيزا امريكا يعني الموظف هو اللي في ايده 99% من قرار قبول الفيزا بتاعتك او رفضها. HR letter. Do you have bank statement? ونيجي لمجموعة مهمة جدا من أنواع التأشيرات وهي UK أو تأشيرة بريطانيا اللي تدخلك إنجلترا وشمال أيرلندا واسكتلندا وويلز، وتأشيرة الشنجن أو تأشيرة الاتحاد الأوروبي، ودي اللي تدخلك 26 دولة من دول أوروبا. ولكن ممكن الناس تسأل إحنا ليه فصلنا فيزا أمريكا عن فيزا الشنجن وفيزا إنجلترا، مع إنهم تقريبا فيهم نفس الإجراءات، برضه بتحجز ميعاد وبرضه بتملى استمارة طويلة وبرضه بيبقى مطلوب منك شوية ورق. ولكن أهم فرق ما بين فيزا أمريكا وما بين الشنجن وإنجلترا هو إن حضرتك ما بتقابلش مندوب من السفارة ولا بتقابل حد من القنصلية، لكن أنت في الشنجن وفي إنجلترا بتقدم عن طريق مندوب. المندوب ده ما بينك وما بين السفارة، اللي هو مثلا في معظم حالات الشنجن شركة اسمها TLS، وTLS دول موظفين ما لهمش أي علاقة بالسفارة وما يقدروش يحكموا عليك. فأنت بالنسبة للسفارة بتاعت أوروبا أو السفارة بتاعت إنجلترا عبارة عن شوية ورق ومستندات. كل حاجة بالورق، ورقة بتقبض كام وورقة بتشتغل ايه. وبعد ما اتكلمنا عن الثلاث تأشيرات الكبار امريكا واوروبا وانجلترا، لازم نتكلم عن مجموعة من الدول تقدر تخشها لو معاك واحدة من الثلاث تأشيرات الكبار دول. واشهر مثال هو تركيا. تركيا في الطبيعي ان انت بتروح السفارة تقدم على فيزا، ولكن لو معاك تأشيرة امريكا او انجلترا او الشنجن تقدر تخش تركيا بإي فيزا ب$20. هتلاقوا لينك الإي فيزا موجود في الكومنتات. وخلينا نتكلم بالتفصيل اكتر عن كل تأشيرة تقدر تعمل لك ايه. اول حاجه فيزا الشنجن، غير انها تقدر تدخلك 26 دوله بتوع الاتحاد الاوروبي، فهي كمان تقدر تدخلك 15 دوله تانيين، اشهرهم رومانيا وبلغاريا وقبرص والبوسنه والهرسك وكرواتيا. اما فيزا امريكا فتقدر تدخلك 12 دوله تانيين، اشهرهم البنما والمكسيك وكوستاريكا ومونتينيجرو وصربيا. وبما اننا بنتكلم عن الاتحادات والتحالفات وكده، خلينا نتكلم عن اتحاد للتاشيرات يمكن منسي شويتين وهي افريقيا. في خطة ان في 2020 ان شاء الله هيكون في حاجة اسمها الافريكان يونيون او الاتحاد الافريقي، وده اهم بند فيه بالنسبة لنا كمسافرين هو ان انت لو معاك باسبور من اي دولة في افريقيا تقدر تخش باقي دول افريقيا من غير تأشيرات. يا رب يعملوا كده. الحمد لله في خطوه ايجابيه ان في دولتين بنين ورواندا بداوا الموضوع ده، ودلوقتي اي حد معاه باسبور افريقي يقدر يخش الدولتين دول من غير فيزا عقبال باقي الدول. وفي حاجه تانية برضو يمكن مش ناس كتير تعرفها وهي الايست افريكان فيزا، ودي فيزا مجمعه تقدر تدخلك 3 دول لمده 90 يوم مالتيبل انتري. ايه هم ال3 دول دول؟ كينيا ورواندا واوغندا. تقدر تخش ال3 دول مالتيبل انتري لمده 90 يوم. ثمن الفيزا $100 وبتطلع من اي سفاره من ال3.
ونيجي لنوع مهم جدا جدا من انواع التأشيرات، ولكن مش ناس كتير قوي تعرف عنه. ممكن يبقى كويس جدا ويسمح لك ان انت تشوف بلد جديدة في رحلتك، وممكن يبقى بشع ويبوظ لك السفرية كلها. وخلينا نبتدي بالجزء الكويس. تأشيرة الترانزيت ممكن تبقى سهلة جدا وتاخدها في المطار لو انت مسافر على واحد من شركات الطيران اللي هنقول اسمها دلوقتي، القطرية، الاماراتية، الطيران العماني، وطيران سنغافورة. دول بيسمحوا لك ان انت تاخد الفيزا ترانزيت في المطار وتخش البلد لو الترانزيت بتاعك اكتر من 8 ساعات. ده مش بس كده، ده كمان بيوفروا لك ليلة في اوتيل او اقامة في اوتيل وفاوتشر اكل ومواصلات من المطار للمدينة ومن المدينة تاني للمطار. ولكن في بلاد تانية بتشترط ان انت يكون معاك ترانزيت فيزا مسبقا، ودي مثلا زي كندا. والمثال الشهير جدا وهو ان الناس بتسافر من مصر لامريكا على اير كندا، فهينزلوا ترانزيت في كندا، فيجي هو مسافر وهو في مطار القاهرة يوقفوه ويمنعوه من السفر لان حضرتك معاكش الترانزيت فيزا بتاعت كندا. نفس الكلام بالنسبة للتشيك. صحيح اوروبا كلها مش بتطلب الترانزيت فيزا دي، بس ما عدا التشيك. لو هتنزل في التشيك لازم يكون يا اما معاك شنجن يا اما معاك ترانزيت فيزا بتاعت التشيك. وانجلترا برضو بتشترط شويه اشتراطات، ولكنها عامله اكسبشن لو انت معاك فيزا كندا او استراليا او امريكا او الشنجن. وعشان كده النصيحه اللي دايما بنقولها للناس، لو في ترانزيت في اي بلد قبل ما تحجز التذكره اتاكد من شركه الطيران ان انت مش محتاج فيزا مسبقا للبلد اللي هتنزل فيها ترانزيت، بلس ان انت تتاكد ان انت تقدر تخش البلد دي بدل ما تفضل قاعد في المطار. واخر نوع خالص من انواع التأشيرات وهو البلاد اللي اصلا ملهاش سفارات في مصر والتأشيرة بتاعتها ما بتطلعش من هنا، ودي مثلا زي جامايكا وتايوان. حضرتك عشان تطلع فيزا تايوان لازم تسافر لهونج كونج تطلع التأشيرة بتاعت تايوان من هناك. كده احنا خلصنا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لناس اكتر، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنت ايه اغرب موقف او اصعب موقف حصل لكم بسبب التأشيرات. دول كانوا 10 حاجات، واشوفكم الفيديو الجاي من Around the World. سلام.